صباح الفل. طبعا احنا كان عندنا مدير فني لمنتخب مصر اسمه مستر كيروش. مستر كيروش ده كان ماسك منتخب مصر وفعلا وصل للنهائي بتاع كأس الأمم الأفريقية، ووصل للمباراة الفاصلة بتاعة التأهل لكأس العالم. طبعا في الحاجات اللي زي كده اللي ما يعرفش بيبقى فيه مكافآت، وبما انه راجل اجنبي طبعا مش هياخد منك المكافأة بالجنيه المصري ويروح يصرفها في بلده بالجنيه المصري. طبعا ايه، هيبقى هناك في موضوع، في مشكلة كبيرة، مش هيلاقي اصلا صرافة اصلا انها ايه تحوله المصري ده لدولار ولا اليورو. فلازم نوفر له العقد بتاعه ده بالدولار. ف الفلوس اللي جات لي 25,000 دولار. طبعا الراجل كان جاي ياخدهم قبل كأس العالم، كان الاتحاد المصري رافض ايه يديله الفلوس. ليه ما تفهمش يعني، هو ليه ما مش احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ان هم مش راضيين يديله فلوسه ليه. هل مثلا كان في تارجت فهو ما حققوش؟ مثلا حد عمل داون جريد للماتشات اللي هو يعني ايه إيه ليه احنا مش عايزين نديله الفلوس بتاعته؟ يعني ما فيش رد. فالراجل جه قبل كاس العالم جاي يجي مصر، فقال لك لا ده انا هدرب منتخب ايران ورانا كاس عالم وبتاع، ما تكونش انتوا فيه، فانا هروح كاس العالم اهم، اكيد هيطلع لي سبوبه هناك احسن. فانشغل الراجل. جه خلص كاس العالم وطلع الراجل طبعا بفضيحه برده مع ايران. افتكر بقى ان هو ليه ورث في مصر، قال لك انا عايز ال 25,000 دولار بتاعتي، فراح باعت لمصر: يا جماعه انا ليا 25,000 دولار عايزه. طبعا بقى خلاص بقى هم بقى في اتحاد الكوره كلهم من اولهم لاخرهم من بنها، اللي هو 25,000 دولار؟ مين كيروش ده اصلا؟ احنا ما نعرفش حاجه اسمها كده، ومالكش عندنا فلوس. طبعا الراجل ما مالوش قرايب مهمين في مصر حد هيجيب له فلوسه، فماشي خلاص نمشيها بقى ايه، حق وعدل. انا هرفع قضيه عليك وهفضحكم. طب ليه؟ ليه يا جماعه؟ ما انتم معترفين ان هو ليه فلوس. يعني ما نديله 25,000 دولار بدل ما نطلع على المسرح في العالم كله. ما احنا هنطلع على المسرح هيتصيح لنا ان مصر عليها 25,000 دولار للمدرب. بعد كده لما نيجي نجيب اي مدرب تاني يقول لك لا ده انتوا بتاكلوا حقوق الناس وبتاع ومش عارفه ايه. فيقول لك اصل احنا ما نعرفش هو ليه كام بالظبط، احنا بنحسبها. هو انت مستني حد مثلا من الاداره بتاعه الفاينانس عندك في الاتحاد تقول لك الراجل ده ليه 25,000 ولا لا؟ ده 25,000 عمي ندهم له. وبعدين ده الراجل ده ليه ده من ايام ما كان الدولار ب 16. انتوا دلوقتي ده الدولار دلوقتي بقى بكام؟ ولا يعني انتوا عايزين تمشوها ازاي معاه؟ ما تخلصونا وتدوا له الدولار. هنطلع على المسرح والله، وهنطلع على سكاي، وهنطلع على البي بي سي، وهنطلع هيبقى منظرنا وحش قوي ان احنا علينا 25,000. فقولوا لنا لو مش معاكم نلم لكم مثلا، بس نلم لكم ليه برضه؟ ما احنا يعني ما استفدناش حاجه، لا خدنا كاس الامم ولا طلعنا كاس العالم. ادوا للراجل فلوسه عشان ما نتفضحش، عشان الفضايح دي بتبقى وحشه قوي في حقنا، واحنا ورانا لسه مقدمين استضافه المونديال بتاع 2030. فما تخلوش حاجه تاثر علينا، احنا مش ناقصين وفينا اللي مكفينا. ادوا للراجل 25,000 دولار عشان ايه؟ الدنيا تحلو معانا كده، مش هتفرق معاكم قوي. يعني ال 25,000 دولار ده يعملوا كام دلوقتي؟ يعني تخيل يعني اكنه لغايه 25,000 جنيه مثلا في بلده. رقم تافه يعني. فالله يبارك لكم يعني. شوفوا هنعمل ايه عشان نخلص من الموضوع ده، ونتكلم بقى في الفيديو الجاي على حوار بقى مصر اللي عايزه تنظم كاس العالم دي، وهنلعبه بقى في استاد ويس سلام ولا هنلعبه في استاد المحله، واللعيبه هتقعد بتاعه البرازيل في فندق عرفه. يعني هنشوف بقى الموضوع ده بقى في الحلقه اللي جايه، لغايه ما نشوفه بقى ال 25,000 دولار. وما معكمش دولارات قولوا لي.